سواقة الستات. انا مقرب لكم في الكاميرا كده عشان بس اوريكم هما بيسوقوا بالطريقة دي. بيقربوا للمراية كده بالطريقة دي، بيحاولوا يدخلوا جوه المراية وبيسوقوا، عشان كده بيخبطوا اللي قدامهم. هما بيبقوا سايقين وعينيهم جوه المراية او عينيهم جوه الموبايل، فعشان كده بيخبطوا في الناس وهما ماشيين وبيطلعوا على الرصيف. اقسم بالله من يومين كنت ماشي ورا عربية جيب كبيرة، ببص لقيت مرة واحدة راحت طالعة فوق الرصيف، الدخلة بتاعت الطريق اليمين، اللسان بتاع الرصيف ده، راحت ركبت عليه في النص، قعد يحك في العربية، طلع شرار ونزلت كملت عادي، ولا كأن في أي حاجة. يعني العربية ممكن تكون اتقسمت من تحت، أو الشاسيه اتطبق أو حاجة، ولا هي هنا. أقسم بالله العظيم كملت عادي. بقيت أبص عليها، أنا قلت هنقف نطمن نشوف إيه اللي حصل، ما وقفتش. حاجة غريبة يعني. تبص تكون ماشي، تبص تلاقيها بتحدف مرة واحدة، تركب الرصيف وتنزل تاني عادي كأنها راكبة مرجيحة مش عربية، أو راكبة مركب في النيل، تقول لك المايه هي اللي بترقص كده، أو في البحر، أو لانش. أنا من رأيي إن هي تسوق، بس أخاف برضه لو قلنا إن هي تسوق لانش بس ما تسوقش عربية، فأخاف لا تخبط في السفن وهي ماشية، برضه تبقى كارثة. لو قلنا تركب طيارة عشان الجو بيبقى فاضي، ممكن تصطدم في السحاب أو تصطدم في طيارة تانية، وترجع تقول للطيار أنت مش قاعد ليه على جنب، ما تمشي على جنب يا عم. أنا مش عارف بصراحة. انتوا مكانكم المطبخ، مش مصدقيني ليه؟ انتوا مكانكم المطبخ. فيعني ممكن تخبطي في كوسه، في خياره، في اي حاجه، بتنجانه، امرها سهل دي. انما بني ادمين، تدوس على البني ادمين وانت ماشيه، لا. يعني الشغل الاستهتار بتاعكم ده خلوه في المطبخ ارحم. يعني طبق سلطه نخسره مفيش مشكله، طبق ملوخيه يتدلق والناس تتزحلق على السيراميك امره سهل. تيجي تقمري عيش يتحرق في الفرن مفيش اي مشكله. يعني خساير بعيدا عن ارواح الناس، اعملوا معروف. وطالبين المساواة، قال مش عارف ازاي يسووا ايه لما انتوا اصلا بتمشوا بتتكعبلوا في النمل وانتوا ماشيين. ده انت لو شفت صرصار ممكن تلم العماره كلها. لو شفت فار ممكن تسافري بلدكم وتسيب القاهره، ولا تسيب البلد اللي انت فيها بسبب فار في الشقه. مساواة ايه بقى؟ يعني حاجه غريبه. ده الراجل في الجيش بيمسك التعبان بياكله، يقول لي انت عاوزه مساواه وانت بتخافي من الصرصار؟ ف ولا في السواقه نافعين، ولا في الشغل نافعين. في الشغل برضو تروح تلاقيها قاعده بتلعب كوتشينه على الكمبيوتر، وتوقفك على الشباك بالساعه، وروح هات لي ورقه مش عارف ايه، وتروح هات لي ورقه مش عارف ايه، وتيجي بالصدفه تلف الشاشه بتاعت الكمبيوتر تلاقيها بتلعب كوتشينه. انت تفكرها طبعا هي بتعمل حاجه تبع الشغل اللي انت بتقضيه، او المصلحه اللي انت بتقضيها على السيستم او حاجه زي كده، وهي بتلعب، تكتشف ان هي بتلعب. الموضوع زاد عن حده. الا السواقه، احنا نتهاون في اي شيء الا السواقه. السواقه بتعمل كوارث، السواقه بتعمل كوارث. فاحنا بنقول لهم يا جماعه نستحملكم في اي حاجه الا السواقه، لان السواقه دي بخ طخ خلاص، شاطت ناس ماشيه في الشارع ارواح. انا شفت واحده دخلت في عربيه تين شوكي، المشكله ان هي نزلت بتتخانق مع الراجل، بتقول له التين دخل عندي جوه شوكني. يعني مش زعلانه ان هي خبطته الراجل طار، البريفريز بتاعها اتكسر، التين دخل لها جوه شوكها في ايديها، نزلت تتخانق على الشوك اللي جه في ايديها، مش على ان هي خبطت الراجل. بتقول له مش تقف على جنب؟ قال لها حضرتك انا واقف فوق الرصيف. على جنب فين بقى؟ انا واقف فوق الرصيف. يعني ادخل بيه جوه العماره، عربيه التين دي ادخل بيها جوه العماره؟ حاجه غريبه قوي. يعني الافلام زمان لما كنا بنشوفها كان واحد يدخل في كشك السجاير يشيله، ده كان ارحم بكتير.
وده كان بيبقى مطاردة وحد بيجري ورا حد والكلام ده. انما عربية تين شوكي وانت ماشية لوحدك في الشارع ومفيش عربية غيرك، ومجرد الموبايل رن او حد بعت لها مسج، تمسك الموبايل وتنسى الطريق. بتفكر نفسها مش قاعدة على كرسي العربية، هي قاعدة على كنبة الانتريه في البيت. يعني بيحصل معاها خلط في الامور بين كرسي السيارة بتاع القيادة وكنبة الانتريه في البيت. طب والدركسيون ده حضرتك ايه؟ الدركسيون ده المخرطة بتاعت الملوخية، فبتتخيل نفسها ان هي في المطبخ بتخرط الملوخية. ده اذا كانت بتعرف تخرط الملوخية اساسا. دلوقتي بتجيب كل حاجة جاهزة ترميها في المية السخنة وخلصت وسلق ويقلب. ويجي الراجل من الشغل ياكل ويتكوم على جنبه وينتخ، تاني يوم يلاقي كرشه مترين لقدام. ما علينا، يعني احنا دخلنا في مواضيع تانية ما تخصناش، خلينا في سواقة الستات. النهارده واحدة برضو ماشي بالعربية وراحت حادفة مدية إشارة يمين وراحت رايحة شمال. كل اللي جاي يفرمل ويشتم، وببص عليها كده لقيتها ماسكة الموبايل في ايديها وعمالة تعمل شات أو حاجة زي كده، يعني عمالة تقلب في الموبايل وتسيب العربية. يعني بص، أنا سوق وهما يحاسبوا. شفت الحتة اللي قالها سمير غانم دي اللي قلناها قبل كده؟ أنا سوق وهما اللي يحاسبوا، ما فيش أي مشكلة. أو العربية تسوق وانا قاعد ابقى يعني اتصفح الفيسبوك، فبقول لهم ارحمونا يا جماعه. انا قلت لكم قبل كده خدوا اوبر على حسابي واقعدوا في البيت، او خدوا اوبر على حسابي وما تسوقوش. كل واحده عندها عربيه تجيب سواق وانا اللي اديله المرتب، يكون راجل متخصص في السواقه وشغلته، وانا اديله المرتب على حسابي. بس ارحمونا من الكوارث اللي بتعملوها في الشوارع. حقيقي والله العظيم انتوا بتعملوا كوارث زي بتاعه النقل التقيل بالظبط. ليه النقل التقيل بيسبب في كوارث، بيخبط خمس ست عربيات في بعض. انتوا برضه ممكن تعملوا مشكله، تحدف مره واحده، تفرمل مره واحده، تدخل 10 عربيات في بعض. في الاخر تدور على السبب، تلاقي واحده ست يا اما حدفت يا اما فرملت مره واحده، يا اما ناموسه دخلت قرصتها في ودنها راحت قلبت العربيه. شغلانه اجرك الله، تعبونا تعب السنين في التنين، مش عارفين نعمل ايه معاهم. وحضرتك احنا لسه لغايه دلوقتي احنا بنشوف الراجل بتاع التين بنعالجه. الراجل اتخرشم والتين غرق هدومه، قصدي التين شوك الست اللي هي خبطته. هي دلوقتي رفع عليه قضيه عشان تشوف التين اللي شوكها، عشان هو بيبيع التين شوكي. فهي رفعت عليه قضيه عشان بعد كده يبيع التين برشومي او جوافه، عشان لما تيجي تخبطه بعد كده ما تتشوكش ولما الفاكهه تدخل عليها جوه. يعني جوافه ناشفه. ممكن نجيب مثلا خوخ طري شويه عشان لما يخش عندها جوه من البريفريز ما يخربشهاش او ما يشوكهاش. هي دلوقتي رفع عليه قضيه عشان الشوك، مش عشان هو طبعا مش قادر يرفع قضيه، لان هي وتصوت وتلبسوا الجريمه. والناس طبعا الشعب بقى عاوز يجامل الجنس الناعم بقى. وانت راجل مفتري، حد يبيع تين بشوكه؟ حد يقف فوق الرصيف؟ الست ماشيه على الرصيف بالعربيه عادي في حالها، انت المفروض تقف في نص الشارع كده. الشعب انتوا عارفين الشعب بيحكها شويه، شعب عنده كبت. وطبعا يجامل ايه؟ يجامل الجنس الناعم. الجنس الخشن احنا بنستفاد منك ايه غير حلقات الدقن؟ خد على دماغك، ما تبيعش تين تاني شوكي يا صاحبي، ماشي؟ عشان التين الشوكي ممكن يعمل مشكلة، بيشوك الناس اللي بتخبطك. خدت بال حضرتك؟ يعني أرجوكم يا تقعدوا في البيت، يا تركبوا أوبر على حسابي، يا توظفوا سواقين ياخدوا المرتب مننا، وكلنا نساهم. كل الناس اللي متضايقة من سواقة الستات نساهم وندفع المرتبات للسواقين اللي هتسوق لهم، أو ندفع لهم الرحلات بتاعت أوبر. هيرحمونا احنا، لأن انتوا الكوارث كلها بتيجي على دماغ الرجالة. بتعمل الكارثة وتروح ملبسها للعربية اللي وراها اللي هي فيها راجل. الشعب يروح مجامل الست ويروح نازل حاطط على الراجل، فيودوه في داهية. حتى الكاميرات بتصور برضه ما بتثبتش الحقيقة، لأن هي في الآخر هي اللي على حق وإحنا اللي ناس وحشة. وشكرا، وارحمونا ارحمونا ارحمونا.